من ساعه ما عرفت الطريقه دي وانا ما بعملهوش الا بالطريقه الجميله دي، بجد تحفه جدا وبتعجبهم جدا طريقه الحواوشي اللي هي بقى بتاعت بره. واقول لكم على السر بتاع بره. هنبدا كده ونسمي بالله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شجعونا كده باجمل لايك وتابعوا معانا الفيديو الاخر. اول حاجه كده فرمت حوالي كده 6 بصلات يكونوا كبار، نفرمهم فرم ناعم. وبعد كده هفرم بقى فلفل الوان وكمان فلفل حامي، حوالي كده ربع كيلو من الفلفل الالوان على الفلفل الحامي. طبعا لو مش حابه ان هي تبقى سبايسي تشيلي خالص الفلفل الحامي. وطبعا هنا الفلفل الالوان بيديله طعم حلو جدا وتسكيره حلوه قوي للحواوشي. طبعا لو مش حابه فلفل الوان ممكن تستبدليه بفلفل رومي. تمام كده، حطينا بقى كله على بعضه كده وجبنا صينيه حطينا البصل والفلفل. كمان ضفت هنا بقى كيلو من اللحمه المفرومه. طبعا اللحمه هنا بتبقى فيها نسبه دهون. هنا بقى هبدا ان انا اقلبهم كده بقى في قلب بعض لغايه ما يتجانسوا كده مع بعض، وتبدا العجينه كده تخش فيها البصل والفلفل. هضيف هنا بقى معلقه من البابريكا ومعلقه من البيكنج باودر. هنا بيخلي العجينه ما تبقاش مكتومه وتبقى عاليه كده زي بتاع الحواوشي بتاع بره. كمان هنا ضفت بقى بهارات كده مشكله، اللي هي عباره عن معلقه من القرفه، معلقه من الكمون، معلقه من الفلفل الاسمر، معلقه من الروزماري، ومعلقه من السماق، معلقه من الجوز الطيب، ومعلقه من الكباب الصيني. وحطيت معلقه من هريسه الشطه اللي هي بتبقى فيها توم، ومكعب مرق فرقته كده وحطيته عليها. وحطيت كمان معلقه من الملح. طبعا ما مكترش الملح كتير عشان حاطين مكعب مرق بيدي طعم حلو قوي للحواوشي. طبعا هنا بقى بالنسبه للبهارات، طبعا لو مش حابه تضيفي كل البهارات ديت ممكن ان انتي في بهارات كده بتتباع عند العطار اسمها البهارات اللي هي بتاعه الحواوشي، ممكن تضيفيها. تجيبي كده مثلا ب5 جنيه وتضيفيها على الحواوشي بتاعك. طبعا انا البهارات ديت انا مشكلاها عندي في البيت، بحب ان انا احطها كده ببطرمان وببدا ان انا بحطها على الحواوشي على طول. بتدي طعم تحفه جدا وريحه حلوه جدا للحواوشي. وهنا بقى طبعا انا بدات ان انا بجيب الكبه بتاعتي ولازم اديها لفه كده بقى في الكبه، بتخلي كده الانسجه كلها تخش في قلب بعضها بالنسبه طبعا للحمه، وتبقى تحفه جدا. زي ما انتم شايفين كده بفرم كده حبه بحبه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هنخلص بقى كل الكميه دي ونفرمها كويس جدا كده في الكبه. بنديها لفه كده بقى في الكبه عشان خاطر تبقى ناعمه كده معانا اللحمه وتبقى حلوه قوي. طبعا لو ما فيش كبه على ايديكي وهتبداي ان انتي برضو تنعميها كده زي ما انتم شايفين كده بالظبط. هنخلص بقى كل الكميه بالشكل اللي انتم شايفينه دوت وهنعمها. طبعا انا مش هعمل كل الكميه دي طبعا الحواوشي كله، لكن انا هشيل منها جزء كده في الفريزر. طبعا انا عامله كام رغيف كده طبعا للاولاد، وبعد كده ببدا ان انا بشيلها بقى في الفريزر. بتريحك بقى ان انت تطلعي كده يا دوبك تجيبي العيش وتبداي ان انت تحطي كده في الرغيفه كده على طول. هنا بقى جبت كده العيش، وهنا العيش لازما يبقى صابح كده. تبداي ان انت بتفتحيه كده من فوق بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وهنا بقى بتبداي ان انت بتاخدي كوره كده صغيره كده قد كف الايد، وبعد كده بتبداي ان انت تفرديها كده. بنفردها بقى كده في رغيف العيش، وزي ما انا قلت لكم بناخد كوره كده صغيره قد كف الايد، وبعد كده بنبدا ان احنا بنوزعها كده في الرغيف العيش. طبعا هنخلص كل الكميه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا هنا بالنسبه بقى ان انا هحط معلقه من البيكنج باودر، هيخلي العجينه بتاعه الحواوشي ما تكتمش معاكم وتخليها كده تنفش وتبقى عاليه. وده السر بتاع بره بالظبط. بيحطوا معلقه البيكنج باودر على الحواوشي وبيحطوا كمان على الكفته عشان ما تكتمش معاكم وتبقى هشه كده ومنفوشه. طبعا هنا الحواوشي برضو هيعمل زيها، وتبقى برضو العجينه بتاعه الحواوشي برضو هتبقى عاليه كده وما تبقاش مكتوبه، وتحسي ان الرغيف كده مليان ومليان لحمه كتير رغم ما انتي محطه كورة كده صغيرة من اللحمة على الرغيف. طبعا ده السر بتاع بره، ان هم بيحطوا معلقة البيكنج باودر. بتيجي تشتري الرغيف بتلاقيه كده تحسي ان هو مليان جدا ومليان لحم جدا. وهنا بقى خلصت كده الرغيفه بتاعتي وفاض معايا طبعا اللحمه دي هشيلها طبعا في الفريزر زي ما انا ما قلت لكم. هشيلها في الفريزر بقيت نصها، يعني كده كل ما تيجي تعملي كده نسبه منها وتشيلي الباقي. وطبعا كنت عامله لبنتي برضو من غير شطه، لازم طبعا نقدر الاطفال لانهم ما بيحبوش الشطه. هنا بقى التركه اللي جايه بقى دي والتاني برضو سر في الحواوشي بتاع بره. بيجيبوا كده صاج او صينيه
بيبدأوا يحطوا فيها قطعة من الدهن او اللية بتاعة اللحمة. بتجيبيها كده من عند بتاع اللحمة الجزار يعني، او ممكن تكوني مثلا جايبة لحمة وتاخدي منها الدهن تشيليها في الفريزر للحاجات اللي زي كده. بنبدأ بقى ان احنا بنحط زيت عليها، كمان شوية من الزيت على الدهن دوت عشان يديكي الريحة بتاع الحواوشي بتاع بره، وكمان بيدي ريحة تحفة جدا وطعم خطير جدا. عايزة اقول لكم الريحة خطيرة، يعني نفسي كنت تشموا الريحة بجد تحفة. وهنا بقى كمان هعمل لكم مفاجأة بقى في اخر الفيديو اللي هتخلي الحواوشي تحفة جدا. بعد ما سوينا كده الحواوشي وخلصنا بقى كل الكمية بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وهنا بقى هبدأ ان انا بقى ايه اجيب فحمايه كده واولعها واحط عليها شوية زيت تاخد بقى ايه ريحة الفحم. الحواوشي مش قادرة اقول لكم بجد بيبقى خطير. نقطع بقى كده الحواوشي، وعايزة اقول لكم بجد تحفة جدا. طبعا هنا عايزة اقول لكم انا جبت هنا المخرطة وقطعت بيها، لقيتها سهلة جدا وبيتقطع معايا كده الرغيف في ثواني، بجد جميل. عايزه اقول لكم بصوا العجينه، انا قربت لكم من الكاميرا، شايفين العجينه هشه ازاي ومش مكتومه، والرغيف تحس ان هو مليان وما شاء الله عليه بجد، والطعم حكايه بجد تحفه جدا. اتمنى حبايب قلبي لو عجبكم الفكره شجعونا كده باجمل لايك وكومنت حلو منكم، واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل الاشعارات بتاعتنا الجديده. بجد خطير.